مقارنة الزيوت مهمة ليه؟ لأن الزيت اللي بيبقى معدي بقيمة كبيرة في السكور ده بيبقى أحسن. تيست من التستات المهمة اللي بتتعمل في API عشان تاخد المواصفة 4 بول وير تيست. 4 حاجات، 4 بول دي جاية من 4 حاجات، 4 ثوابت. وير تشوه. اللي بيحصل بيحط 40 كيلو جرام على درجة حرارة 75 سيليزيوس على عدد لفات معين 1800 لفة 1800 RPM لمدة ساعة، وبعد كده يشوف مدى التشوه اللي حصل. مدى التشوه ده حاجة بتتشاف بتتقاس. كل ما التشوه ده يكون أقل كل ما الزيت ده فعلا هيحمي موتور عربيتك. كل ما التشوه ده يزيد كل ما الزيت ده ما بيحميش موتور عربيتك. مقدار التشوه ده بيبقى له سكور بيتكتب في التست. لو مثلا تعرفنا ان النجاح من 70% مقدار تشوه، يعني 30% تشوه، في زيت يديك نتيجة 28% تشوه ناجح. في زيت هيديك 5% تشوه ناجح برضه. مين الأحسن؟ إذن في عندنا زيتين واخدين اللايسنس، الاتنين ناجحين، بس واحد أحسن بكتير من واحد. واحد هيحمي موتور عربيتك بجد، التاني هيحميه مش هيحميه بس. الفرق كبير. مقارنة الزيوت مهمة ليه؟ لأن الزيت اللي بيبقى معدي بقيمة كبيرة في السكور ده بيبقى أحسن بكتير. احنا بنقارن مثلا زيوت شركات متخصصة قوي في الزيوت. أمسويل مثلا، ليكويمولي، دول عمالقة في الزيوت، دول متخصصين في الإضافات بتاعة الزيوت، معديين ال API ستاندرد بكتير، مش معديينه على الحركرك، دول معديينه بكتير. هم ده تخصصهم، هم أقوياء جدا في القصة دي، أقوى من شركات زي بالنسبة لنا احنا فورد موتور كرافت، معديين بالسكور، والسكور كان فارق كتير كمان، مش فرق قليل، فرق كبير. الاتنين ناجحين، الاتنين ناجحين. مين الأحسن؟ دول أحسن، دول أحسن بحبة. هيحمي موتورك على المدى الطويل؟ موتور كرافت هيحميه دلوقتي؟ على المدى الطويل مش مضمون قوي. واحنا بنقارن بإيه؟ عمالقة.